وأخيرا كسب المنتخب المغربي وعمل مباراة عظيمة جدا جدا. بس المشكلة النهاردة يا جماعة، أو المشكلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي مستغربين منها جدا جدا جدا، نرفزة الإعلام الجزائري. هو الإعلام الجزائري متنرفز ليه؟ هو الإعلام الجزائري ماله زعلان ليه؟ هو الإعلام الجزائري لما يلاقي المغرب ناجح بيطلع وينفعل وبيتكلم كلام معرفش، يعني سبحان الله. ما بنشوفش الزعل ده لما منتخب الجزائر يخسر. ما بنشوفش النرفزة ديت لما منتخب الجزائر يخسر. منتخب الجزائر خسر يطلع يتكلم في اي موضوع تاني، بس ما يجيبش اللوم على لعيبة الجزائر. لكن منتخب المغرب يفوز، لا ازاي؟ هو يعني اشمعنى المنتخب المغربي ويقعدوا يتكلموا على ابناء المغرب بطريقة غير طبيعية، ويقعدوا يتكلموا يقول لك لجع 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 لجع، هو جايبين سيرة فوز لجع في اي موضوع. منتخب المغرب كسب وعمل مباراة كبيرة مع منتخب السنغال المؤهل، اللي هو أصلا يعني المنتخب المغرب ومنتخب السنغال مؤهلين إن هما يفوزوا بالبطولة. منتخب المغرب كسب، إن شاء الله المنتخب المغربي هو اللي يفوز بالبطولة بإذن الله بدون مقاطعة. مش عايزين برضو الموضوع ده يعني فرحة الصعود للنهائي تنسينا إن إحنا عندنا نهائي أصلا، إن إحنا عندنا مباراة نهائية. فدي حاجة من الحاجات اللي المكسب حلو والفرحة حلوة، لكن احنا عايزين نكمل الفرحة يا لاعبين المغرب. يا كابتن طارق السكتيوي، كابتن طارق السكتيوي، انت يعني الله ينور عليك في كل اللي انت بتعمله، لكن كمل للآخر. كمل للآخر واثبت لأي حد يقلل من المغرب ان هو ما يفكرش بعد كده ان يتكلم على ابناء المغرب في شيء، عشان الرياضة المغربية فوق أي حاجة دلوقتي. الرياضة المغربية فقد كل التوقعات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا جماعة احنا لازم نتعلم من الناس دي، لازم نتعلم من المملكة المغربية، لازم نتعلم من فوزي لقجع، لازم نشوف الملاعب. لازم يعني ايه ده يا جماعة؟ ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، ايه كمية الجمال والروقان اللي بنشوفها من الملاعب المغربية دي. يا جماعة الناس دي عندها خطة ماشية بيها، وعندها يعني ده العالم كله بيشاهد افريقيا دلوقتي عشان خاطر المملكة المغربية، بيشوف افريقيا بسبب ابناء المغرب. ابناء المغرب بتقدم تاريخ، بتصنع تاريخ يا جماعة. تحت السبعتاشر ولا تحت 19 ولا 21، ولا المنتخب المغربي الكبير، ايه يا جماعة؟ ايه العظمة اللي هم فيها دي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني انا شهادة من واحد مصري عاشق للمملكة المغربية وبيحب الرياضة المغربية. قسما بالله انا من غير المغرب في اي بطولة ما بيبقاش اي ما بيبقاش ليها اي 30 لازمة. فشابوه شابوه جدا للمملكة المغربية ان هي قدرت تطور وقدرت تصنع تاريخ وقدرت تصنع انجازات ما بنشوفهاش الا في المغرب. ف يعني الله ينور عليهم. ان شاء الله يعني بتمنى المزيد لابناء المغرب ان شاء الله في القادم باذن الله. وبتمنى توفيق والسداد للكابتن طارق السكتيوي في القادم بإذن الله. إن شاء الله نشوف نهائي نضيف، نشوف نهائي مغربي عربي أصيل. فكل التوفيق كل الدعم للمملكة المغربية وأبناء المغرب. عايزك تدعمني علشان خاطر نوصل الفيديو ده لكل البلاد العربية والأفريقية. عايزك تصلي على النبي الشفقة عشان كل جديد عصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.